السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قناة محمد الحجاج عاتك الكيان، ونقدم فيديو جديد وحلقة جديدة. موضوع الحلقة: تورط الكاف مع الأهلي بسبب أزمة السوبر الأفريقي. ممدوح عباس ورسالة غامضة ومثيرة رغم كيل الاتهامات من مرتضى منصور له، وقرار مفاجئ جديد من الزمالك ضد طارق يحيى. قبل ما نبدأ حلقتنا، فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله، وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا. قرار صادم من الزمالك ضد طارق يحيى. أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي بيراميدس رفض التفريط في محمود صابر لصالح نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيف الجاري. وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: إدارة بيراميدس ترفض التفريط في صابر نهائيا، لأنه لاعب جيد واعد وهو عنصر هام للمستقبل. وأضاف شبانة: الزمالك قرر استبعاد طارق يحيى من العمل داخل نادي الزمالك في أي منصب بعد التسريب الصوتي له وهو يهاجم الإدارة. ممدوح عباس ورسالة غامضة ومثيرة رغم كيل الاتهامات من مرتضى منصور له. ممدوح عباس خرج بعبارة مثيرة ربما غامضة نوعا ما، ولم يوضح المعنى أو الغرض منها. لأول مرة منذ فترة طويلة يخرج ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك للحديث بشكل مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك في ظل شدة اتهامات مرتضى منصور له خلال الفترات الأخيرة، أبرزها اتهامات الحجز على أرصدة الزمالك. ممدوح عباس خرج بعبارة مثيرة ربما غامضة نوعا ما، ولم يوضح المعنى أو الغرض منها، حيث كتب ممدوح عباس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: الدول لا تلعب لعبة الحبال، الدول تنشئ السيرك. تورط الكاف مع الأهلي في أزمة السوبر الإفريقي. يواجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أزمة بسبب موعد إقامة بطولة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، خاصة أنه لم يعلن حتى الآن عن الموعد والملعب بشكل رسمي. وكشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي أن اللجنة المنظمة للسوبر الإفريقي لم تتوصل إلى راعي للبطولة، لذلك لم يحدد الموعد والملعب حتى الآن، مما يضع كاف في ورطة شديدة. وأكد المصدر أنه كان من المفترض الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالبطولة خلال أوائل شهر أغسطس الجاري، إلا أن كل شيء تأجل بسبب التخبط الذي يعيشه الاتحاد الإفريقي في الوقت الحالي، وعدم الإعلان عن موعد انطلاق
دوري السوبر الإفريقي وكذلك موعد إقامة السوبر الإفريقي. وشدد المصدر على أن كاف في هذا التوقيت في ورطة مع النادي الأهلي، خاصة أن كل هذا التأخير ليس في صالحه، وكان لابد من الإعلان عن كافة التفاصيل في وقت سابق، لأن النادي الأهلي يحق له خوض المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، وقد يطلب في أي وقت هذا الأمر، رغم وجود بند صريح في اللائحة يمنح الأحقية للجنة التنفيذية باختيار الملعب أيضا. قبل ما نختم حلقتنا، فضلا وليس أمرا، تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناتكم قناة محمد الحجاج عاتق الكيان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.